السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيك يا بطل معانا في أول محاضرة في شابتر 2. إيه رأيك بقى؟ كل شابتر بديزاين مختلف. بص، أنا مبسوط على فكرة بالديزاين ده، مش عشان الديزاين نفسه، يعني الديزاين نفسه قشطة، ديزاين من الديزاينات مع إنه حلو يعني، ولكن انا بابا مبسوط ان انا الحمد لله خلصنا شابتر. يا راجل خلصنا شابتر بهوم وركاته بكلاس وركاته، وهنبدا بقى في شابتر جديد. الشابتر الجديد ده جميل جدا، انا بحب الشابتر ده، شابتر سلس ولذيذ وسموث. وطبعا كل شابتر بيبقى فيه التريكات بتاعته. خليه بس كده ايه، نشوف عمك ده او الكيميكال اناليسيس. الحمد لله على السلامه يا بطل. سرعان ما خلص شابتر 1، سرعان ما خدت على عينك في الشامل، سرعان ما بدأنا اهو في شابتر 2، وسرعان ما هيخلص شابتر 2 شابتر 3 وشابتر 4، وهتلاقي السنة كلها خلصت يا راجل مرة واحدة. ما هي مش سنة أصلا، ده هم كانوا حمل 9 شهور، عدى منهم شهرين اهوت باين، فاضل 7، هيعدوا زي اخواتهم اللي عدوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لك إن أنا سعيد لأن إحنا بنفتتح مع بعض النهاردة شابتر جديد. لو انت ادائك قبل كده انت مش راضي عنه لاي سبب إن كان، انا عارف ان انت اديت، ولكن عارف ان انت عندك اكتر، فدي فرصه جميله جديده تقدر فيها ان انت تبدع كانك بتبدا لسه السنه من الاول. تمام، ورينا ادائك هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. طيب، ايه هو الكيميكال اناليسيس؟ علشان احنا كده يعني هنشرح الاول مقدمه، ولكن انا عايزك معايا في الصوره في نقطه معينه. الشابتر بتاع الكيميكال اناليسيس معناه ايه؟ يعني ايه اصلا كيميكال اناليسيس؟ قال لي والله كيميكال اناليسيس يعني كيمياء تحليليه. ايه تحليليه؟ كلمه تحليل يعني فصل، يعني احنا هنفصل. احنا كان عندنا مبنى في الكليه في صيدله القاهره كده، صيدله القاهره فيها مبنى معروف كبير جدا كده، حتى تشوفه في الشارع، يعني واخد الشارع بطوله، اسمه مبنى الاناليتيكال. مبنى كبير جدا 7 ادوار، كنا بناخد فيه اناليتيكال وفارماسيوتكس، كانت حاجات كتيره كده يعني. المهم المبنى ده كنا بنعمل فيه ايه؟ كنا بنستلم كيس، الكيس ده فيه ملح، تدخل السكشن كده ببلطو وتتعامل بقى دكتور، تقوم داخل السلام عليكم وعليكم السلام، هات الملح، اعرف لنا يلا مكونات الملح اللي جوه الكيس ده. يعني انت تمسك حاجه انت مش عارفها تعرف لي مكوناتها، تعرف لي محتوياتها. هو ده الشابتر ده كده. لا خد بالك، انت بعد ما تعرف مكوناتها باذن الله تقعد تعمل تايتريشن وتقيس الكونسنتريشن بتاع الحاجه دي جوه الكيس ده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بعد مثلا انا بقول لك اسقاطا الكيميكال اناليسيس في المجالات الحياتيه اللي احنا بنحتاجها. احنا بعد ما بنحلل ونعرف كل حاجه ايه اللي موجود جواها، يعني انا معايا حاجه ما اعرفهاش جواها حاجات معينه، تعرف كميه كل حاجه من الحاجات المعينه دي، تعرف هم مين اصلا الاول، وبعدين تعرف كميتهم. يعني انت لما بتروح تكشف عند الدكتور، لو دكتور باطني مش بطنه، دكتور باطني يعني بيكشف عن الامراض الباطنه او عن الاجزاء الباطنه اللي مش ظاهره، الحاجات اللي جوه جسمك. فهو بيكشف، يوم قايل لك والله انا مش شايف، روح اعمل تحليل فلاني، فتروح تعمل تحليل. ايه التحليل ده؟ تقوم رايح والله للدكتور تحاليل، دكتور التحاليل ده بيبقى خريج علوم قسم كيمياء او بايو كيمستري، يعني كيمياء برضه. بيعمل ايه؟ قال له والله هو بياخد مكونات الدم بتاعتك، يسحب عينه من الدم ويقوم واخد الدم ده ومحلله، يحلله لمكوناته الاساسيه، سواء ريد بلاد سيلز، يوريك اسيد، جلوكوز، بلازما، مش عارف وايت بلاد سيلز، كوليسترول، كل الكلام ده. فانا حللت لك الدم للمكونات بتاعته، وبعدين بعد ما حللتهم لي، طب ما انا عارف ان انا عندي الحاجات دي، يحسب كل كميه بقى، يحسب يقول لك الريد بلاد سيلز كميتهم كذا، الهيموجلوبين كذا، اللي مش عارف الكوليسترول كذا. يعني هي الفكره في ان انت تعرف ايه اللي موجود عندك اصلا، ده رقم واحد، ده بالنسبه للكيميكال اناليسيس. بعد ما تعرف ايه اللي موجود تقيس لي كميه كل حاجه، يبقى هي دي كده الكيميكال اناليسيس. خلاص، فهو بيقول لك يا محترم الكيميكال اناليسيس، هو دخل في الموضوع على طول، يقول لك احنا بنستخدمهم في ايه في حياتنا. مقدمه كده لطيفه ظريفه، تعالى ناخدها. فبيقول لك الكيميكال اناليسيس هو برانش، ماشي، هو برانش اوف كيمستري which play an important role في الكيمستري ساينس بروجرس، يعني بيلعب دور، هو علم بيلعب دورا في تقدم علم الكيمياء. اهلا وسهلا. developing the different scientific field، يعني بيطور معظم الساينتفك فيلد. زي يلا بسم الله، احنا ناخد 4 فيلد
هقولهم سريعا بس كده. بيقول لك ان ذا ميديكال فيلد، في المجال الطبي بيفيدك في ايه؟ والله نمبر 2 اهي اللي انا لسه قايلها لك، estimating the amount of الجلوكوز والالبيومين واليوريا والكوليسترول اللي موجودين جوه البلد واليورين. يعني برضو بنعمل تحليل اليورين. فبيقول لك which make it easier for the physician، الفيزيشن اللي هو الدكتور، to accurately diagnose and treat the different disease. ما هو ده اللي بيفيدنا فيه الكيميكال اناليسيس. وبيفيدنا ايه في الميديكال فيلد في مجالنا احنا كصيادله؟ يقول لك والله مضاد حيوي تركيز 1000، مضاد حيوي 500، كتافلام 25، كتافلام 50، باراسيتامول 500، باراسيتامول 1000. احنا بقى كنا بنمسك الحبايه كده برشام، يجيبوا لنا في السكشن كده برشام، تاخد انت البرشامه دي ويقول لك يلا اعرف لي دي جواها باراسيتامول، اعرف لي يلا كميه الباراسيتامول اللي جواها. وطبعا ما يوريكش شكل العلبه اللي مكتوب عليها 500 اصلا. وبعدين ان شاء الله بعد ما تحسب حسبتك وتعمل التايتريشن والليله بتاعتك تقول له والله 500، فتشوف العلبه فعلا طلع 500. فبالتالي يقول لك اهوت estimating the amount of effective substance اللي اسمها active constituent. ايه الاكتيف كونستيتوينت دي؟ الماده الفعاله اللي في الدواء. بيقول لك والله ده شبه بعض في الاكتيف كونستيتوينت، تروح تقول له انا عايز كذا يقول لك موجود البديل، البديل ده نفس الاكتيف كونستيتوينت، ايوه نفس الاكتيف كونستيتوينت، نفس الباراسيتامول. فهو بيقول لك احنا بقى بنستيميت الاماونت بتاعت الاكتيف كونستيتوينت دي جوه ايتش ميديسن. تاني حاجه مجال الزراعه. تخيلني كده دخلت كليه زراعه، ده انت عندك كليه كامله يا راجل اسمها زراعه، مش بنزرع كده يا هوبا، ولكن تلاقي مهندس الزراعه عايزين نزرع منطقه، يقوم واخد السويل ويقول لك هنروح نحللها علشان نعرف اصلا السويل دي اسيدك ولا بيزك. ده رقم واحد. رقم اتنين، تعرف لي لو سمحت النسب بتاع النيتروجين والفوسفورس والبوتاسيوم اهو NPK، لازم تعرف نسبه كل واحد منهم لان دول مهمين جدا، الثلاثه اليمنت دول بالذات للنباتات. فلو عندي شورتج في واحد منهم مثلا نيتروجين قليل، فانا هختار سماد يكون عنده نيتروجين كتير، واعرف هي اسيدك ولا بيزك علشان نعرف هي صالحه للزراعه ولا لا. فبيقول لك in the agriculture field knowing the properties of the soil regarding ايه؟ الاسيديتي والبيزستي، ده رقم واحد. وكمان الكايند والبرسنتج اوف element found in it، الكايند والبرسنتج بتاعت كل element موجود جواه. therefore تقدر بقى treated by adding the appropriate fertilizer to ensure the quality of crops. طيب نمبر 3 بيقول لك والله في مجال الصناعه، بيفيدني في ايه يعني؟ قال لي والله برضو في مجالي اي حاجه اطبقها على الصيدله، انا بحب الصيدله. قال لك والله انا دلوقتي في مصنع الدواء انا بستورد من الهند مثلا ماده فعاله، خام ماده فعاله من الباراسيتامول على اعتبار ان انتوا عارفينه يعني. فبالتالي الباراسيتامول خام الماده الفعاله ده، الخام ده انا محتاج الاول اعمل تيست عليه قبل ما ادخله المصنع. مش كوسه هي، في عندك قسم كامل في المصنع اسمه كواليتي كنترول. قسم الكواليتي كنترول او قسم مراقبه الجوده بيعمل ايه؟ دوره ان هو يكشف على الاور اللي جايه دي، يشوفها والله تمام، البرسنتج يحلل يقول لي البرسنتج بتاعت الباراسيتامول جواها 98% which is within الرينج، قشطه مقبوله، او ريفيوزد ما ينفعش. فبالتالي انت دخلت الاور بس لا، او برضه انت بتشوف المنتج بتاعك اللي طالع، تشوف فعلا احنا قايلين للناس ان هو باراسيتامول 500، عايزين نقيس يا عم البرشام ده فعلا 500 ولا لا. ده دور قسم الكواليتي كنترول. الكلام ده طبعا ينطبق على اي مصنع بيبيع اي حاجه، بيصنع اي حاجه. يعني مصانع الاكل برضه يشوف الخام بتاع الدقيق مثلا، لو انا بصنع مكرونه يدخل يشوف الخام بتاع الدقيق، حلل نسبه الملوثات اللي فيه مثلا، حلل نسبه الملوثات اللي طالعه في البرودكت وهكذا. فبقول لك في الاندستريال فيلد determination of the conformity of ore، يعني مدى صلاحيه الاور دي، and in the industrial product، يعني تشوف الاور والبرودكت، الاور اللي داخل والبرودكت اللي خارج، with the standard specification which is known as quality control. طبعا لازم يكون في الستاندرد سبيسيفيكيشن، يعني المعايير المعينه. انا اقول لك والله اقل من 98 مش مقبول، فهو لو في خلال يعني السبيسيفيكيشن بتاعتي تمام. نمبر 4 في الانفايرمنتال فيلد، زي ما انت شايف كده بيبقى معاك جهاز يحلل ايه؟ طالما انفايرمنت يبقى هتقيس نسب الملوثات سواء في الهواء او في الماء او في الاكل. فهو يقول لك والله انا بص انا بخاف جدا 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 في الهواء مثلا اهو، في الهواء بخاف من الكربون مونوكسيد والسلفر داي اوكسيد والنيتروجين اوكسيد، اصلهم مضرين جدا بالصحه. فانا مثلا هنعمل منطقه جديده صناعيه او منطقه سكنيه، فنقيس نسبه الحاجات دي في الجو لو جنبنا منطقه صناعيه، ينفع فعلا هنا نعمل منطقه سكنيه جديده ولا لا؟ اصلا بخاف من الكربون مونوكسيد والسلفر داي اوكسيد. يا راجل ده السلفر داي اوكسيد خدنا في الحديد، بنخاف منه جدا لو هو جوه اور
كان السلفر داي اوكسيد، انا كنت بخاف من السلفر، كنت بخاف من السلفر والفوسفورس والارزنك، عشان السلفر بيطلع سلفر داي اوكسيد غاز سام اهو. فهو بيقول لك اهو measuring the properties of carbon monoxide والسلفر داي اوكسيد والنيتروجين اوكسيد gases in air، وكمان identify and measuring the harmful environment pollutant content in water and الفود. دي مقدمه لطيفه، ولكن عليها اضافه كده حلوه. بيقول لك هل نقدر نعرف الكيميكال فورمولا بتاعت اي سبستانس؟ يعني هو بيقول لك if you have a sample of substance، معاك السامبل بتاعت substance، زي مثلا سكر، معاك جلوكوز شوجر اهو سامبل اهي. هل من خلال السامبل دي how can you deduce the molecular formula of this substance؟ فانا بقول لك يا سيدي الجلوكوز شوجر ده الموليكولار فورمولا بتاعته C6 اهوت H12O6، ما ده الجلوكوز شوجر. فاحنا علشان نعرف اصلا ده جواه ايه، اولا انت محتاج تعمل تحليل بالكيميكال اناليسيس. تحليل اعمل فيه ايه؟ اعرف اصلا ده جواه ايه. تقول لي والله ده جواه كربون وهيدروجين واكسجين، ده رقم واحد. وبعد ما عرفت المكونات المين كونستيتوينت، المكونات الاساسيه، تقول لي رقم كل واحد، تقول لي نسبه كل واحد، البرسنتج بتاعت كل قلب، فتعرف ان هو C6H12O6. ده عرفته منين؟ من الكيميكال اناليسيس. فبيقول لك اهو using الكيميكال اناليسيس we identify اولا الكونستيتوينت، انت تعرف اصلا مكونات، وبعد ما تعرف المكونات تعرف البرسنتج بتاعت each element او each constituent، وبعد ما تعرف المكونات تعرف how these element bond together، يعني تعرف ازاي يرتبطوا ببعض until we reach the molecular formula of the substance. كل ده باستخدام الكيميكال اناليسيس. طيب بيقول لك والله محترم الكيميكال اناليسيس ينقسم لجزئين. الكيميكال اناليسيس هو حاجه من اتنين، او مش حاجه من اتنين، يعني هو بيحصل فيه حاجتين. الكيميكال اناليسيس ده يا اما كواليتيتيف يا اما كوانتيتيف. يا اما كواليتيتيف اناليسيس، وكلمه كواليتيتيف جايه من كلمه كواليتي، وكوانتيتيف جايه من كلمه كوانتيتي، علشان ما حدش يتلخبط فيهم. ايه كواليتيتيف وايه كوانتيتيف؟ كواليتيتيف ده الاناليسيس اللي هعرف فيه ايه الحاجه اللي معايا اصلا. يعني انا معايا ماده ميكتشر مثلا، الميكتشر من كذا حاجه، فانا عايز اعرف الميكتشر ده بيتكون من ايه وايه وايه. ده اسمه كواليتيتيف اناليسيس. كواليتيتيف علشان بتعرف اصلا ايه الحاجات اللي معاك. بعد ما تعرف ايه الحاجات اللي معاك تقدر تعمل كوانتيتيف، تقيس بقى الكوانتيتي بتاعت كل واحد جوه العينه اللي معاك دي قصه ثانيه. احنا في الشابتر ده هناخد الكواليتيتيف والكوانتيتيف، هناخد ان انت ازاي يبقى معاك كيس من حاجه انت ما تعرفهاش تقدر تقول لي هي مين. ده في اول 3 حصص من الشابتر، وفي اخر حصتين تقدر تقول لي هو مين ده. بعد ما قلت لي هو مين ده تقدر تقول لي هي نسبته قد ايه، الكونسنتريشن بتاعه قد ايه. تمام. فبيقول لك اهو الكايند بتاع الكيميكال اناليسيس. كيميكال اناليسيس is carried out to know a symbol and the chemical formula of. والله يا فندم لو انت معاك ماده بيور زي مثلا CO2 مثلا يعني، فانا محتاج اعرف اصلا مين الاليمنت اللي بيكونوا السبستانس دي، سواء كربون او اكسجين. اما لو الماده دي ميكتشر فانت محتاج تعرف ايه السبستانس اللي مكوناها. فبيقول لك والله ده بيحصل ازاي؟ عن طريق الكواليتيتيف والكوانتيتيف. ايه الكواليتيتيف؟ انت بتعرف فيه الانون كونستيتوينت، انت محتاج تايدنتيفاي اصلا مين ده. يعني انت تقول له والله انا معايا NaCl، معايا صوديوم سلفيت مثلا يعني، فبالتالي سواء بقى الماده دي بيور، فلو هي ماده بيور فانت هتعرف لي الاليمنتس اللي بتكونها، ولو الماده دي ميكتشر فتقول لي الميكتشر ده بيتكون من ايه. وبعد ما عملت الكواليتي، طبعا منطقي ان احنا هنعمل الكواليتيتيف الاول وبعد كده الكوانتيتيف، ده لوجيك قوي يعني انت ازاي هتقيس كميه حاجه انت مش عارفها؟ يعني انت الاول لازم تقول لي والله انا عندي مثلا في الدم ده عندي بلازما وعندي هيموجلوبين مثلا يعني، فكميه الهيموجلوبين كذا وكميه الدم كذا. فبيقول لك اهو في الكوانتيتيف انت بتستيميت البروبورشن، النسبه الكميه بتاعت each essential constituent in the substance. فبراكتيكالي عمليا بقى لو انت كده في السكشن، اول حاجه بنعملها ايه؟ الكواليتيتيف اناليسيس should be performed first. ليه؟ علشان تعرف الكومبوننت بتاعت السبستانس. اصل يلا علشان تقيس كميه كل حاجه مش هي مش طريقه واحده تقدر تقيس بيها كميه اي حاجه، كل حاجه ليها طريقتها. يعني انت مثلا لو بيز بتقيسه باسيد، لو اسيد بتقيسه فلازم اعرف اصلا اللي معايا ده اسيد ولا بيز مثلا يعني. افرض انا معايا مش معايا اسيد ولا بيز، انا معايا حاجه اسمها الكحول مثلا، ليه طريقه ثالثه. فبالتالي بيقول لك ان اوردر تو، يبقى تحط هنا خط اهو، هنا في جيف ريزون
جيف ريزون ليه لازم الكواليتيتيف نعمله قبل الكوانتيتيف. قال لي والله in order to be able to choose the appropriate qualitative method. يعني في عندك ميثودز كتير فاحنا عايزين نختار الابروبريت، فلازم الاول نعمل كواليتيتيف. فنبدا احنا النهارده بالجزء الكواليتيتيف. النهارده والحصه الجايه والحصه اللي بعدها احنا هناخد الكواليتيتيف، ان انت ازاي لو معاك حاجه مش عارفها تعرفها. فبيقول لي الكواليتيتيف اناليسيس، انا عايز افهمك الدنيا الاول ماشي. تخيل كده ان انا معايا مثلا حاجه اسمها صوديوم كربونيت مثلا يعني. فالصوديوم كربونيت ده بيتكون من جزئين، جزء اسمه صوديوم بوزيتيف وجزء اسمه كربونيت نيجاتيف. انت لو عرفت ايه اللي على الشمال وايه اللي على اليمين فانت عرفت الحاجه اللي معاك. انا بيجيب لي كيس انا ما اعرفش ايه الحاجه اللي جواه والله، فانا محتاج في الكواليتيتيف اناليسيس ان انا اعرف ايه الحاجات اللي معايا دي. فاحنا مثلا هنا النهارده هنشتغل على الجزء ده. فبتعمل ايه؟ كل حاجه ليها رياجنت خاص بيها. يعني الكربونيت ليه حاجه تخصه، ليه تيست يخصه، بتحط حاجه عليه مثلا فتعرف ان ده كربونيت. تحط لو ما طلعش كربونيت يبقى هحط حاجه تخص السلفيت، لو ظهرت تمام، ما ظهرتش هخش على اللي بعدها هحط الحاجه اللي تخص السلفيت مثلا فوسفيت، هحط مش عارف ايه. فتقعد سيريس من تفاعلات انت بتعملها بلا هدف، لا بتعملها علشان تعرف مين اللي هيدي تشيك كده مع الرياج. اول ما يدي في واحد يدي يظهر لون مثلا معين بتاع الفوسفيت، فايه ده الحمد لله انا عرفت ان ده فوسفيت. يبقى الكواليتيتيف اناليسيس هي مش تيست واحد بتعمله ويقول لك انا صوديوم انا كربونيت، مش كده. كل حاجه ليها الحاجه اللي تخصها. فبيقول لك والله اهو تبص، لو انا عايز اعمل ديفينيشن كواليتيتيف اناليسيس يا جماعه ده سيريس من suitable chosen chemical reaction. ده مش اي chemical reaction كمان، ده لازم يكون suitable وتشوزن. suitable ليه؟ suitable للحاجه اللي معاك. يعني انت معاك مثلا سولت، انا عايز اعرف هو كربونيت فانا تشوزن الرياكشن، هتشوز الرياكشن اللي يخص الكربونيت. ما ينفعش هخش على اللي بعده، ما هو ده كده معناها سلسله من التفاعلات performed to detect التايب اوف مين كومبوننت اوف سبستانس. يعني هي بتتعمل علشان تعرف اصلا ايه المين كومبوننت بتاع السولت ده. مثلا based on the change، ايوه based on the change، يعني على حسب التشينج اللي هيحصل. لو انا حطيت الحاجه اتغيرت، حصل بريسبتد، حصل كلر اتغير مثلا زي الكربون دايوكسيد بتربد اللايم ووتر، ما هو كده عمل تشينج انا شفته بعيني اهو. بناء على التشينج ده اقدر اعرف هو مين. هو لو عمل تربيديتي في اللايم ووتر الجاز اللي انا مش شايفه ده يبقى الجاز ده كربون دايوكسيد. فبيقول لك اهو based on the change occurring during this chemical reaction. تمام؟ فوالله يا جميل الماده دي لو بيور، احنا بنتكلم في كواليتيتيف اناليسيس بقى، لو الماده دي بيور غير لو الماده دي ميكتشر. اصل لو الماده دي بيور انا اقدر اتعرف عليها كيميكالي واقدر اتعرف عليها فيزيكالي. كيميكالي ازاي؟ عن طريق السيريز بتاع الرياكشن اللي احنا عملناها دي، ونقدر نتعرف عليها فيزيكالي من الفيزيكال كونستانتس بتاعتها. مش فاهم حاجه. هو بيقول لك اهو انت السبستانس دي بيور تقدر تتعرف على الكونستيتوينت بتاعها كان بي ديترمايند فروم الفيزيكال كونستانت. الفيزيكال كونستانت زي ايه؟ بويلنج بوينت مثلا انت عارف ان الحاجه الوحيده اللي بتغلي عند ميه هي الميه، تمام؟ دي ثوابت. اي حاجه ثانيه ممكن لو هيدروجين سلفايد بيغلي عند نيجاتيف 61، فانا بقيس البويلنج بوينت، فدي حاجه مثلا بتغلي عند 100. هل اتاكد ان خلاص دي كده ميه؟ لا. تعال نقيس مثلا التوصيل الكهربي بتاعها، يعني نشوفها كده. انا عارف ان الميه بتوصل الكهرباء لو عديت فيها فولت معين فالمفروض يعدي الناحيه الثانيه فولت معين، فانا هقيس. والله لو طلع هو فعلا انا عارف، ما هو دي حاجات كونستانت للميه، فيزيكال، حاجات فيزيكال. هقيس مثلا الفريزنج بوينت، هقيس يا سيدي المولر ماس. ايه المولر ماس دي؟ المولر ماس اللي هي ان شاء الله يعني لما نوصل لها كمان حصتين على خير وسلام هنديك ان الهيدروجين الاتوم دي بايكوال 1، الماس بتاعها ايكوال 1، والاكسجين مثلا ايكوال 16. فانت عارف ان الماس بتاع ال1 اتوم ايكوال 16، الماس بتاع ال1 اتوم الهيدروجين ايكوال 1، يبقى الماس بتاع الراجل ده كله ايكوال 18. فانا لو وزنته وطلع 18 فيبقى دي فعلا ميه. كل ده عمال بيرجح. ففي الاخر انا عايزك تبقى فاهم يعني ايه كلمه فيزيكال كونستانت، زي ميلتنج بوينت، بويلنج بوينت، موليكولار ماس. اجيب لك انا الكتريكال كوندكتيفيتي، انا حر. اي حاجه فيزيكال هي بتبقى حاجات كونستانت. كل ده علشان نعمل ايه؟ كواليتيتيف اناليسيس، علشان نقدر نعرف اصلا ايه الحاجه اللي معايا دي.
طب لو الماده دي ميكتشر هنفصلها للبيور كومبوننت، ما هي ميكتشر من بيور مع حاجه بيور ثانيه عملوا مع بعض ميكتشر، فانا محتاج ان انا افصلها. وي ماست سيبريت ايتش بيور كومبوننت الاول، وبعد كده تعرف لي مين الكومبوننتس دي. تمام؟ فبيقول لك والله الكواليتيتيف اناليسيس ده هيعتمد لو هي الماده البيور ديت، انا معايا ماده بيور عايز اعرف هي ايه. فقال له والله على حسب الماده دي اورجانيك ولا ان اورجانيك. قلت له يعني ايه اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ قال لي اصل بصراحه لو الماده ان اورجانيك زي المنظر اللي كان قدامك ده، فانت هتعرف لي الجزء اللي على الشمال والجزء اللي على اليمين اللي هو البيز سوري انا اسف، البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون اللي هو اسمه كاتاين واناين، يعني ان اي سي ال اهو. ده حاجه اسمها ان اورجانيك. اصل في حاجات تانية اسمها اورجانيك زي مثلا CH3 COOH، ده حاجه اورجانيك فيها كربون وهيدروجين اهو. اما دي حاجه ان اورجانيك. الراجل ده علشان تتعرف عليه الحاجات الان اورجانيك، فانت محتاج تعرف ايه الحاجه البوزيتيف يعني الكاتاين، ومحتاج تعرف ايه الحاجه النيجاتيف اللي هي الاناين. ما انت لو اتعرفت على الكاتاين والاناين فانت عرفت مين اللي معاك ده. ده بالنسبه للان اورجانيك. يعني الاناليسيس بتاع الان اورجانيك بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان انت تديتكت الاناين وتديتكت الكاتاين. فبقول لك انفولف الديتكشن بتاع الايونز اللي جاي منهم الان اورجانيك كومباوند ده. ات انكلود الديتكشن بتاع الاناين والكاتاين. سيبك من الاسيديك والبيزيك راديكال دي دلوقتي. اما الاورجانيك لا، الاورجانيك قصه ثانيه. الاورجانيك بصراحه لغايه ما نوصل لها على خير وسلام، انا بعشق الاورجانيك قوي واكره اللي يكره الاورجانيك لانه ما بيفهمش. طبعا انتوا لسه ما شفتوش الاورجانيك، لما تشوفوه على ايدينا ان شاء الله تبقى حاجه بالنسبه لك متعه السنين، متعه السنين. يعني جميل جدا الاورجانيك ده. شوف انا تفائلت خير على سيره الاورجانيك. بس هو بيقول لك الاورجانيك ده CH3COH. الاورجانيك كومباوندز يا جماعه بتبقى مهما اختلف طولها ومهما اختلف شكلها ومهما اختلف حركاتها، جواها حته صغيره هي اللي بتحدد هو ايه. يعني ايه؟ يعني والله يا جماعه الاورجانيك كومباوندز زي ما ناخد يعني مثلا قد تكون اسيد، قد يكون الكحول، قد يكون ايثر، قد يكون كيتون، قد يكون الدهايد. على حسب ايه؟ على حسب الحته الصغيره اللي اسمها الفانكشنال جروب اللي موجوده جواه. اصل انت يعني ايه فانكشنال جروب؟ يعني جروب بتعمل فانكشن، هي اللي بتحدد الفانكشن بتاعتي. انا هعمل ايه؟ انا هبقى اسيد على حسب انت جواك الحته بتاعت الاسيد ولا لا. انا هبقى الكحول على حسب جواك الحته بتاعت الكحول ولا لا. فانا بالتالي معايا كومباوند، انا ما اعرفش الكومباوند ده ايه. اكيد من المنطقي انا غير ان انا هعرف ايه المكونات بتاعته، انا عايز اعرف كمان غير المكونات بتاعته هو بيتكون من الكربون والهيدروجين والاكسجين. اهلا وسهلا. ما الكربون والهيدروجين والاكسجين ممكن يبقوا سكر جلوكوز، ممكن يبقوا اسيد، ممكن يبقى الكحول، هو بنفس الاليمنتس دي. ولكن انا محتاج اعرف الفانكشنال جروب بعد ما تعرف لي الاليمنتس. فبالتالي انا قلت لك في الشابتر اللي فات اي حاجه فيها COOH ده كده تبقى اسيد. اصل احنا خدنا COOH ماسكه في COOH كان اسمه اوكزاليك اسيد، وده اورجانيك اسيد، وده اسمه اسيتيك اسيد بتاع الخل CH3COOH. فبالتالي انا لو عرفت ان جواه COOH هعرف ان ده اسيد، وبعدين نعرف مكوناته. فبقول لك لو اورجانيك بقى انفولف الديتكشن بتاع الاليمنتس اللي هي بتكونه، وكمان الفانكشنال جروب كومبوزنج ذا كومباوند تو ايدنتيفاي ات. الكلام ده بقى طبعا هتبقى واخده بالتفصيل قوي في الاورجانيك وهتفهمه قوي. فبالتالي هتصلي على النبي. الانون سبستانس، انا معايا انون سبستانس هحط عليها رياجنت. ايه رياجنت ده؟ كلمه رياجنت يعني كاشف. يعني ايه كاشف؟ يعني حاجه بتكشف عن وجود حاجه انا مش شايفها. اصل كل حاجه احنا هناخد الكلام ده اصلا بالتفصيل ما تقلقش. كل حاجه بيبقى ليها الكاشف بتاعها. يعني الكربون دايوكسيد الكاشف بتاعه الرياجنت بتاعه لايم ووتر، اللي لما بيشوفه بيتحول يبقى تربد يصوت يا جماعه كربون دايوكسيد، فده رياجنت. ففي رياجنت بيتعرف على الكاتاين كاتاينز على حسب بقى هو صوديوم ولا بوتاسيوم، كل حاجه ليها رياجنت بتاعها. وفي رياجنتس لكل اناين. يعني انت عندك رياجنت
للاناين بيخرجوا على هيئه جاز، ما تفهمش انت معناه. ريجنت للكاتاين بيعملوا بريسبتيشن، انت على حسب لون البريسبتد ده تشوف هو ده انهي كاتاين. بيتغير لون الريجنت نفسه، حاجات كتيره هنشوفها، ولكن دي النتائج اللي بتحصل. هنخرج جاز، هنبريسبيتيت، هنشوف الوان بتتغير، هو ده الشغل بتاعنا. تمام؟ هنا كده دي كده المقدمه خلصت. نبتدي بقى في الحاجات اللي هتفهمنا شغل النهارده. دلوقتي يا محترم، اي سولت في الدنيا، اي سولت في الدنيا انا عايز افهمها لك بقى ايه على الوايت بورد. انا بحب اشتغل على الوايت بورد، اقول الكلام من دماغي وبعدين ان شاء الله يعني ايه نقرا الكلام. صلى على النبي يا جميل. بالنسبه للسولت، لان احنا خلاص بقى هنشتغل شغل كواليتيتيف اناليسيس، احنا هيبقى معانا سولت. السولت ده بيتكون من جزئين. جزء زي ما اتفقنا، طبعا السولت انت عارف قبل بس ما نكتب الكلام ده، السولت انت عارف هو ام بوزيتيف اكس نيجاتيف. تمام؟ ده السولت. اي سولت في الدنيا كده او بيتكون من جزئين، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. فالسولت ده اهوت بيتكون من جزء اسمه ام بوزيتيف اللي هو اسمه كاتاين او بوزيتيف ايون او بيزك راديكال، كل دي مسميات. وبالنسبه للاكس نيجاتيف فده بالنسبه للاناين او اناين او نيجاتيف ايون او اسيدك راديكال. لو انا عايز اسال معليك سؤال فانت هتقول لي، انا اللي هسالك الاول. ايوه انا المفروض انا اللي هسالك. السولت بيجي من ايه؟ ام بوزيتيف اكس نيجاتيف ده، انت علشان تجيب سولت تعمل رياكشن ما بين مين ومين؟ اسيد وبيز. اسيد وبيز اهو، اسيد وبيز بيطلعوا لي السولت ووتر. بس انا بقول، انا بناقش فكره ان السولت بيجي من اسيد وبيز. فانا بقول لمعاليك اهو ان الجزء ده اهو، لو انا بقى عايز الون الجزء ده البوزيتيف ده بيجي من البيز، والجزء ده النيجاتيف ده بيجي من الاسيد. علشان كده الجزء النيجاتيف بنسميه اسيدك راديكال. راديكال يعني جزء، اصل ام اكس دول شقين، تو راديكال، راديكال وراديكال، جزء وجزء، شق وشق. فالشق ده هو اسيدك علشان بيجي من الاسيد، والشق ده هو بيزك عشان بيجي من البيز. اثباتا للكلام على طول NaCl. ال NaCl جاي من اسيد وبيز. ممكن تقولهم لي؟ هتقول لي والله يا دكتور بكل بساطه في الحياه جاي من ال HCl اهو، وجاي من ال NaOH هيدروكلوريك اسيد وصوديوم هيدروكسيد. اصل والله ال Na هي بوزيتيف فاكيد مش هتاخد ال H، هي هتاخد ال OH عشان نبقى عارفين هي دي البيز ولا الاسيد، والCl دي نيجاتيف فاكيد مش هتاخد ال OH، دي هتاخد ال H. ماشي ما علينا يعني. المهم يا سيدي ان الراجل ده اهوت متكون من جزئين، Na بوزيتيف وCl نيجاتيف. ممكن تقول لي ال Na جت منين؟ جت من البيز، برافو عليك. فبالتالي اهوت احنا مسميينها البيزك راديكال او الكاتاين، والCl دي جت من الاسيد فبنسميه الاسيدك راديكال. فبالتالي انت واخد بالك ان احنا تحديدا ال NaCl كسولت جه عن طريق اتحاد حاجتين مع بعض، الكاتاين بتاع البيز والاناين بتاع الاسيد. يعني الكاتاين بتاع البيز والاناين بتاع الاسيد طلع لي كاتاين واناين بتاع السولت مع بعض. فتعال نشوف الكلام ده اهوت عشان نشتغل بقى حصه النهارده كده، حصه لذيذه ولازم تبقى مستمتع وانت بتتفرج ومركز. بيقول لك السولت يا جماعه ده ايونيك كومباوند، طالما بوزيتيف ونيجاتيف يبقى ايونيك. are formed when an acid react with base resulting from الكومباينيشن بتاع البيز كاتاين والاسيد اناين. زي اكزامبل اهوت، ادي ال NaCl جاي منين؟ ال Na جايه من ال NaOH والCl جاي من ال HCl. تمام؟ فبالتالي بنسمي اهو بقول لك الصوديوم بوزيتيف دي ده الكاتاين derived from a base، derived from البيز، والCl نيجاتيف اللي هو الاناين ده derived from الاسيد. فبنقول والله ان هو بينقسم من جزئين، كاتاين واناين. الكاتاين بيجي من البيز فبنسميه بيزك راديكال اهو، اكتبها هنا. اما الاناين بيجي من الاسيد فبنسميه اسيدك راديكال، اكتبها انت. طيب هنا بقى
هنتكلم عن حاجه اسمها الاستابيليتي اوف اسيدز. وخد بالك الاستابيليتي بتاعت الاسيدز جزء مهم جدا جدا جدا، لان هو اللي هيعتمد عليه فهمك للجزء اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. دلوقتي يا محترم انا بقول لك ان في اسيدز، بس انا عشان افهمك الاستابيليتي بتاعت الاسيدز انا عايز اعرفك اصلا الاسيدز بتتعمل ازاي. انت عارف احنا علشان نعمل اسيد، الاسيد دي ما بتبقاش موجوده في الطبيعه، علشان تبقى عارف المينرال اسيد هي بتبقاش موجوده في الطبيعه، او ممكن تيجي من الطبيعه، ولكن انا عايز اقول لك اللي موجود في الطبيعه اكتر هو الاورجانيك اسيد، حاجات هي اوريدي موجوده زي الخل مثلا. اي نعم الخل بنجيبه من القصب، ولكن بيجي من حاجه موجوده في الطبيعه. المهم يعني انا عايز افهمك ايه، حاجه زي ال HCl اسيد ده مثلا، HCl هيدروكلوريك اسيد. انت عارف الهيدروكلوريك اسيد ده اصلا جبناه ازاي او عملناه ازاي؟ ال HCl ده علشان نجيبه في فيديو كده لطيف، بنجيب حاجه اسمها هيدروجين كلورايد اسيد. هيدروجين كلورايد اهو، هيدروجين كلورايد. هتقول لي ما ده هو ده، هقول لك لا والله ده مش هو ده، ده جاز، اما ده حاجه دابت جوه الميه. الجاز لما داب في الميه، يعني احنا بنجيب هيدروجين كلورايد جاز ونقوم مغطاسينه جوه الميه، بيبقى فيه تيوب كده جايبينها منزلينها جوه الميه تحت خالص تحت الميه، والجاز قاعد بلولم قاعد عمال يدوب جوه الميه. الجاز بيدوب ايوه، وبيعمل لي الاسيد. يعني انت في الاخر علشان تعمل اسيد انت بتدوب الجاز جوه ميه. طب تاني، انت عارف الحاجه الساقعه اللي انت بتشربها H2CO3 كربونيك اسيد، دي الحاجه الساقعه. انت عارف علشان نعمله بنجيب كربون داي اوكسيد وندوبه في ميه. يعني انت يا فندم انت لو جبت كده ميه ساقعه، بس هات ميه ساقعه واقعد انفخ فيها، انت عملت كربونيك اسيد. يا راجل ده موجود جوه دمك اصلا، جوه دمك كربونيك اسيد. ايوه والله، عشان عندنا حاجه اسمها اسيديتي وبيزيستي جوه دمنا. انت لما بتتنفس كربون دايوكسيد بيدوب جوه الدم بتاعك فبيعمل كربونيك اسيد. مش متخيل انت طبعا. فبالتالي موضوع، يعني قصدي ان الموضوع شيق، موضوع شيق جدا. كربون دايوكسيد يدوب جوه الميه يطلع لي كربونيك اسيد. على حسب الاستابيليتي بتاعت كل اسيد هنشوف. عارف يعني ايه استابيليتي؟ الثبات بتاع الاسيد. ثبات الاسيد هو انه الجاز يفضل دايب جوه الميه، ما يفصلش من الميه، ما يطيرش منها. يعني انا مع الوقت، انت يا راجل ده انت مع الوقت ده الحاجه الساقعه منين ما بتطلعها في الثلاجه تصبها جوه كوبايه بتلاقي في بابلز طالعه كده. ايه البابلز اللي طالعه دي؟ ده الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد بيطير، ويقول لك الصودا بتطير، الصودا بتطير. الكربون دايوكسيد هو اللي بيطير، ما هو الكربون دايوكسيد هو الصودا. الكربونيك اسيد ده اسيد هو اللي بيديك الاحساس بالمزازه باللسعه. فبالتالي الكربون دايوكسيد يعني الراجل ده منين ما بيتكون لو انت طلعته بره الثلاجه يرجع يتفك تاني لكربون دايوكسيد وميه. فبنقول الراجل ده انستيبل اسيد. ليه انستيبل؟ ما قدرش ان هو يفضل ثابت. ما انا حطيت كربون دايوكسيد جوه ميه ما فضلش ثابت، ده اتفك على طول، رجع كربون دايوكسيد وميه. كربون دايوكسيد طار وميه فضلت موجوده. ايه ده؟ يعني انت تقصد ان الاستابيليتي دي فكره ان الاسيد يتفك على هيئه جاز من الميه. فاحنا مثلا بنقول على ال H2CO3 الكربونيك اسيد ده ان هو فولاتايل. عارف يعني ايه فولاتايل؟ فولاتايل يعني متطاير. يعني ايه متطاير؟ ما هو الكربون دايوكسيد قاعد عمال بيطير منه اهو. انا معايا كربونيك اسيد فتلاقي كربون دايوكسيد قاعد عمال بيطلع منه، هو بيطلع منه بابلز 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 قاعد عماله تطلع. فبالتالي ده انا بقول عليه انستيبل. ولكن ال HCl تلاقيه يعني عايز اقول لك ان هو بيكون ستيبل اكتر منه. ستيبل مودريت في الاستابيليتي. فبالتالي انت لو معاك HCl، انا لما كنا نفتحه في السكشن لو معاك كونكس HCl تفتح كده تلاقي فيه فيومز طالعه. ايه الفيومز اللي طالعه دي؟ هيدروجين كلورايد، بس ما بيطلعش بنفس الغباوه بتاع ال H2CO3. يعني احنا مقسمين الاسيدز في الاخر على حسب الاستابيليتي. الاستابيليتي بتاعت الاسيدز تختلف. وخد بالك انا ما بحبش ابدا ان انا اقرا من الملزمه، لان المعلومه مش هتثبت معاك. انا اكتب انا المعلومه وانت تركز في كل معلومه انا بكتبها، مع ان الاسهل والايسر عليا انا ان انا اقرا، ولكن انا مش هبقى مرتاح نفسيا، مش حاسس ان المعلومه لزقت في دماغك. فركز معايا في الكلام اللي انا بقوله لك ده. وكده كده هنقرا من الملزمه في الاخر، بس اقرا وانا متثبت احسن ما اقرا وانا مش عارف انا بقرا ايه. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا هنقسم يا محترم الاسيدز لحاجه من ثلاث انواع. unstable acids اهو unstable، intermediate في الاستابيليتي، متوسطه يعني ما بين الانستيبل والستيبل.
انترميديت. وفي الاخر خالص الموست ستيبل، موست ستيبل اسيدز. تمام. اللي عايز اقوله لك ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الانستيبل اسيدز ده اهوت هي اسيدز البويلنج بوينت بتاعتها، هنقارن ما بين البويلنج بوينت بتاعتها والفولاتيليتي. والموست ستيبل هنتكلم عن البويلنج بوينت بتاعته والفولاتيليتي. بسم الله. والله محترم، انستيبل اسيد زي ما قلت لك من شويه، عندك واحد مشهور جدا اللي هو اسمه كربونيك اسيد H2CO3. ده الكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد ده انستيبل فولاتايل، الفولاتيليتي بتاعته عاليه، بالنسبه للبويلنج بوينت قليله، ده باقل درجه حراره بيطير. اقل درجه حراره انت ما بتسخنوش اصلا، انت بتخرجه من الثلاجه. لو خرجته من الثلاجه يقول لك البتاع سخن، الصودا راحت. ليه الصودا راحت؟ كربون دايوكسيد طار، مع السلامه. فبالتالي الفولاتيليتي بتاعته عاليه والبويلنج بوينت قليله، باقل درجه حراره تطاير. ولكن الموست ستيبل عكسه بقى، بويلنج بوينت عاليه، تحاول تسخنه جامد قوي علشان يبتدي يطير، فالفولاتيليتي بتاعته قليله. تمام؟ هنحفظ هم مين؟ هنحفظهم لان هو ده شغل الشابتر اصلا. تمام؟ بسم الله. يعني من الاخر الاستابيليتي هي البويلنج بوينت. انت بويلنج بوينت ضعيفه يبقى انت انستيبل، انت فولاتايل بتتطاير. انت البويلنج بوينت بتاعتك عاليه يبقى انت ما بتتطايرش، يبقى انت ستيبل. بويلنج بوينت عاليه يبقى انت ستيبل. تعال نشوفهم. الانستيبل يا محترم عددهم 5، والانترميديات عددهم 4، والموست ستيبل عددهم 2. نحفظهم على الترتيب. بسم الله. ال H2CO3 ده الكربونيك اسيد، وهنا ال H2S هيدروسلفيوريك اسيد، وهنا H2SO4 سلفرس اسيد. H2SO3 ثايوسلفيوريك اسيد، نيترس اسيد. طبعا انت علشان تحفظ الاسامي، انت الاسامي اوريدي عارفها، بس علشان نحفظها انا عايز افهم هي جت منين. زمان كنا بنقول في الحصه التاسيسيه ان اي اتوميك جروب اخرها 8 فهتدي اسيد اخره ايك، ولو ايت يعني اقل في الاكسجين، طبعا 8 يعني معاه اكسجين كتير، ايت يعني اكسجين اقل، فهو هيدي اسيد اخره اس. ولو مفيش اكسجين خالص فبنضيف كلمه هيدرو. دي جديده. تاني يلا بسم الله. دي اسمها كربونيت جروب، تدي اسيد اسمه كربونيك اسيد. سيبك من ده. دي اسمها سلفايت، مش سلفيت. سلفيت SO4 لكن سلفايت SO3، فبالتالي يبقى اسمه سلفايت جروب، تدي سلفورس اسيد، سلفرس اسيد. هنا دي اسمها كان ايه الفرق ما بين دي؟ سوري، ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ايه دي؟ دي اسمها سلفيت. دي انت سحبت اكسجينايه وحطيت مكانها سلفر، فكلمه سلفر زياده، كلمه سلفر معناها ثايو، فبنقول ثايو سلفيت، احنا حطينا عليها سلفر فيبقى اسمه ثايو سلفيت جروب، فتدي ثايوسلفيوريك اسيد. ما هو ايه؟ تدي اك، فبالتالي كربونيت كربونيك اسيد، هيدروسلفيوريك اسيد، وهثبت لك سلفورس اسيد، ثايوسلفيوريك اسيد. دي جايه من نيترايت جروب، تدي نيترس اسيد. جميل قوي. انا همسح الكلام ده، الرول دي انا عارف ان انت كتبتها علشان هنشتغل عليها في اللي بعده. بسم الله، صلى على النبي. احنا قلنا الانترميديات عددهم كام؟ 4. 1 2 3 4. HCl واخواته. HCl هيدروكلوريك، هيدروبروميك، HBr، HI،
والنيتريك اسيد HNO3. تاني بالنسبه للنطق، انت اصلا عارف ان ده اسمه هيدروكلوريك، اصل ده من غير اكسجين، فده يبقى اسمه هيدرو بروميك، هيدرو يوديك، هيدرو سلفيوريك اسيد. ودي جايه من نيتريت جروب يبقى اسمه نيتريك اسيد، نيتريت نيتروس سوري نيتريك اسيد نيتروس اسيد. طيب بالنسبه لهنا، بالنسبه للموست ستيبل فعددهم 2 دول التوب بقى، سلفيوريك اسيد H2SO4، فوسفوريك اسيد H3PO4. طيب طبعا انت شايف المنظر ده، دول اللي هنشتغل بيهم 3 حصص كاملين، حصتين كاملين. بص بقى ركز جدا في اللي انا هقوله ده، لان اللي انا هقوله ده هو يعتمد عليه زي ما بقول لك الحصتين دول. انت عندك موست ستيبل، انترميديت، انستيبل. الانستيبل حفظ طبعا، كربونيك اسيد، هيدروسلفيوريك، سلفورس اسيد، سايوسلفيوريك اسيد، والنيترايت اللي هي بتعمل نيترس اسيد، هيدروكلوريك، هيدروبروميك، هيدرو ايوديك، نيتريك اسيد، والسلفيوريك اسيد والفوسفوريك اسيد. الرول بتقول ان اي سولت اهو، اي سولت جايين من الانستيبل، يعني مثلا لو انا قلت لك السولت ده Na2CO3، احنا دلوقتي هناخد الديتكشن بتاع الانايون. الديتكشن بتاع ايه؟ الانايون. الانايون اللي هو الجزء ده. الجزء ده جاي من مين؟ من الاسيد ولا من البيز؟ لا احنا قلنا ان ده البيزك راديكال وده الاسيديك راديكال اهو. فاحنا شغلنا كله دلوقتي على ان احنا نكشف على الانايون او الاسيديك راديكال. احنا عايزين نعرف مين اللي موجود، يعني هي اصلا انت شايفها دلوقتي كربونات بس احنا ما بنبقاش شايفينها، هو بيبقى سولت انت مش عارف ايه الانايون اللي جواه. الصياعه ان انت تخرج الانايون ده على هيئه جاز، تطرده كده تطلعه على هيئه جاز. يعني انت لو طلعت لي الانايون ده، ما هو موجود جوه الاسيد جوه السولت انت مش شايفه، طلعه لي بره بس كده اعرف اكشف عليه. لو كشفت لي عليه عرفت هو مين، تقدر تعرف هو جاي من مين. تاني، الكربونات دي ان شاء الله هنطردها دلوقتي، هنطردها على هيئه كربون داي اوكسيد جاز، واحنا هنبقى عارفين ان الكربون داي اوكسيد جاز ده بيجي من الكربونات. فلما نكشف عن الكربون داي اوكسيد ونلاقيه بيتربد اللايم ووتر، فنبقى عارفين ان ده كان كربون داي اوكسيد، يبقى جاي من كربونات. فانا عرفت مين الاناين او الجزء اللي هو الاناين بتاع السولت ده. مفهوم الكلام؟ يعني انا دلوقتي شغلانتي كلها الا وهي اهو، جبت لك سولت تاني اهو Na2SO3. انا عايز اعرف مين الاناين، هنعمل ايه؟ هنقوم طاردين الراجل ده مطلعينه على هيئه جاز، والجاز ده نكشف عليه. انا لو عرفت مين الجاز اللي طالع اقدر اعرف مين اللي موجود جوه. فالرول بتقول ان الناس دي انستيبل، والناس دي اقوى منها في الاستابيليتي، والناس دي الاقوى في الاستابيليتي. فالموست ستيبل اسيد يقدر يطرد الليس ستيبل اسيد من السولت بتاعه. ايه؟ بقول لك يا اسطى، لو انت معاك مثلا NaCl فعلته مع H2SO4، الCl دي كانت جايه من انهي اسيد؟ جايه من اسيد اسمه HCl. فانا بصيت كده لقيت ان السلفيوريك اسيد اقوى من الHCl، يعني يقدر يقلم له كده قلمين على وشه ويقول له اطلع بره هادي من غير ما يقول له. هو يجي ال H2SO4 كده جاي، طبعا هو جاي بقى ايه؟ اليجانت كده، وقوم داخل بعينه كده من غير كلام، يوم التاني طالع بره على هيئه جاز، والموست ستيبل يقعد مكانه. فالقاعده تنص على ايه؟ تنص على ان الموست ستيبل اسيد، الستيبل الاسيد الاكثر ثباتا، يطرد الاسيد الاقل منه في الثبات ويقعد مكانه. يعني بص كده اهو، ادي ال H2SO4، شايف الCl اللي جاي من ال HCl، فال H2SO4 موست ستيبل مش اقوى. انا ما بقولش اقوى عشان في فرق بين السترينث والاستابيليتي وهنقولها دلوقتي، ولكن احنا بنقول هي مور ستيبل. ال H2SO4 كاسيد سلفيوريك اسيد از مور ستيبل ذان الهيدروكلوريك اسيد. وانت ما ينفعش تقارن
اناين باسيد، احنا بنقارن اسيد باسيد. انت ما ينفعش تقول انا الاجمد في الشرح مثلا، اجمد في الشرح من النقاشين. انت بتعمل ايه حضرتك؟ انت قارن واحد من نفس مجالك، من نفس مهنتك. انا الاصيع في بتوع الطعميه، انت بتعمل ايه؟ انت تقارن لي واحد مع واحد من نفس حاجته فتقول لي هو احسن منه. فانا دلوقتي H2SO4 ده اسيد، انا اقول هو مور ستيبل ذان الكلورايد اناين ولا مور ستيبل ذان الهيدروكلوريك اسيد اللي جاي منه الكلورايد اناين؟ فنقوم قايلين سلفيوريك اسيد is more stable than the acid which chloride ion derived from، يعني جه منه. فبالتالي ال H2SO4 يقدر يطرق، ولا السولت ده انا كلهم يحبوا يبقوا في السولت. السولت ده مثال على القوه، فال H2SO4 يقعد مكانه فيقوم طرده. بص بص بص، ال Na هتاخد ال SO4 طبعا بوزيتيف نيجاتيف اهوت، لو انت هتقسم بوزيتيف نيجاتيف، فال H هتاخد ال Cl وال Na هتاخد ال SO4، ادي Na2 SO4. فشايف ال Na كان ال Cl قاعد جوه السولت، دلوقتي بقى السلفيوريك اسيد هو اللي قاعد جوه السولت، وال H هتاخد ال Cl تطلع على هيئه جاز حقير عليل ولا عويل ولا ما اعرفش بيسموه ايه. فادي ال HCl اهو اتطرد على هيئه جاز. مين اللي طرده؟ السلفيوريك اسيد، علشان مور ستيبل ذان ات. يعني لو جبت لك دلوقتي اهو، رجعنا تاني اهو، فكل الاسيدز دي تقدر تطرد اي حد من دول من السولت بتاعه، ودول يقدروا يطردوا اي حد. فاهم حاجه؟ ايه نطرد اي حد هنطرده. فبالتالي احنا عملنا بقى ايه؟ قسمناهم جروبات. قمت قايل لك بص اهو، نمسح بس الليله دي كده. احنا هنعمل بالنسبه للاناين 3 جروبات. اول جروب هنسميه هيدروكلوريك اسيد جروب اوف اناينز. يعني ايه؟ يعني الاناينز اللي بيكشف عنها ال HCl. فال HCl اهوت، خد بالك بقى وركز هنا، ال HCl اقوى من كل الناس دي. فاحنا هنتعرف على الكربونيت اناين والبايكربونيت اناين اللي بيجوا هما الاثنين من الاسيد ده. اصل ال HCl اقوى من الاسيد اللي هما جايين منه، فلما يشوفهم هيطردهم على هيئه جاز، وهيكشف عن الاناين اللي اسمه سلفايد اهو، وهنكشف عن الاناين اللي اسمه سلفايد، وهنكشف عن الاناين اللي اسمه سايوسلفيت واللي اسمه نيترايت. كل ده باستخدام ال HCl. اصل ال HCl اقوى من السلفايد جروب، لا اقوى من الهيدروسلفيوريك اسيد، فيقدر يطرد السلفر دي ويقعد مكانها. وطبعا هو لما يطرده على هيئه جاز، اتعرف انت بقى على الجاز ده، تقدر تقول لي هو كان مين. ال HBr او ال HCl بقى زي ما اتفقنا يطرد السلفايت جروب اللي جايه من السلفرس اسيد. اصل ال HCl اقوى من السلفرس اسيد، فبالتالي يقدر يطرد الاناين على هيئه جاز. فالسلفايت دوت هيطرد على هيئه SO2 اهو. انا شفت اسيد، شفت سولت قصدي Na2SO3. فال HCl يجي اطلع يا بت، تطلع على هيئه جاز. فانا عملت الديتكشن للجاز، الحق ده في جاز السلفر دايوكسيد طلع، معنى كده ان كان فيه سلفايت جروب موجود. يعني الصياعه كلها، صياعتك كلها في ان انت تطرد الاناين اللي جاي من الاسيد على هيئه جاز، يبقى هتجيب له اسيد اقوى منه. فهنطرد السايوسلفيت وهنطرد النيترايت. علشان كده اخترنا ال HCl يكشف عن الناس دي. وخد بالك الكربونيت والبايكربونيت الاثنين جايين من نفس الاسيد، تمام؟ اصل ال H2CO3 لو عملت لوز لهيدروجينايه واحده فهتبقى HCO3، لو عملت لوز لاثنين من الهيدروجين فهتبقى CO3 نيجاتيف 2. بايكربونيت وكربونيت، سلفايد سايوسلفيت نيترايت. فبالتالي عملنا جروب لل HCl، جروب اوف اناينز، الاناينز اللي بيكشف عنها ال HCl. الجروب الثاني هنسميه ال H2SO4 سلفيوريك اسيد جروب اوف اناينز. اصل يا فندم السلفيوريك اسيد ده اهو
اقوى منهم كلهم، بس انا عايزه يكشف عن اللي تحته بس. ليه؟ ال HCl يقدر يكشف عن 6. ما انا لو حطيت HCl في حاجه مش معايا، حطيت عليها HCl اتفعلت، فيبقى الحاجه اللي معايا دي احتمال من 6، يا اما كربونات يا اما بايكربونات يا اما سلفايد يا اما سلفايد يا اما سلفيت يا اما نيترايت. لكن لو حطيت لي سلفيوريك اسيد وتفاعل فده كده احتمال من 10. هو يا اما دول يا اما دول، ما السلفيوريك اسيد بيقدر يطرد الناس دي كلها، فانا هخلي السلفيوريك اسيد مختص بالناس دي فقط. يعني السلفيوريك اسيد الجروب بتاعه لو احنا قلنا عدد، السلفيوريك اسيد يكشف عن اني اناين، يكشف عن الكلورايد، يكشف عن البروميد اللي جاي من الاسيد ده، يكشف عن الايودايد، يكشف عن النيتريت. تمام؟ لان دي جايه من الاسيد ده جايه من الاسيد ده، دي جايه من الاسيد ده جايه من الاسيد ده، والاتش 2 SO4 اقوى منهم. الجروب الثالث اللي هنقسمه اسمه باريوم كلورايد جروب اوف اناينز سوليوشن او باريوم كلورايد. اصل بصراحه الناس دي عايزين نكشف عنها فنجيب لهم واحد اقوى منهم يطردهم، الناس دي عايزين نكشف عنها فنجيب لهم واحد اقوى منهم يطردهم. الناس دي مين اقوى منهم يطردهم؟ مفيش حد اقوى منهم يطردهم، فاحنا مش هنعرف نطيرهم على هيئه جاز. فبيقول لك اللي ما تعرفش تطيره رسبه. يعني انا ده مش هعرف اطيره، مش هعرف اطلعه على هيئه جاز، فنعمل له بريسبتيشن باستخدام الباريوم كلورايد سوليوشن، وده هنعرفه بالتفصيل اكتر لما نوصل له ان شاء الله. طب لو انا عايز اعدهم، عايز اعرف الاناينز دي كلها كام، فوالله ال HCl الاناينز بتاعته 6 وال H2SO4 4 والباريوم كلورايد 2. يعني احنا النهارده او في الشابتر في منهجنا هنتعرف عن 12 اناين، هنبقى عارفين كل واحد نعرفه ازاي. لو هو معايا حاجه من 12 اقدر اعرفها ازاي؟ بكل واحد ليه حاجه تخصه هو. فبالتالي الاناينز بتاعت ال HCl 6 اهم، الاناينز بتاعت السلفيوريك اسيد 4 اهم، الاناينز بتاعت الباريوم كلورايد الاثنين دول. فهمت؟ تعال نقرا بقى الكلام ده كده واحده واحده على مهلنا. وبسم الله. هنا يا فندم بنناقش فكره الاستابيليتي بتاعت الاسيد. فيقول لك الاستابيليتي بتاعت الاسيد هي البويلنج بوينت بتاعت الاسيد. استابيليتي هي البويلنج بوينت، والله بويلنج بوينت عاليه يبقى استابيليتي عاليه، والعكس صحيح. وطبعا لو البويلنج بوينت عاليه يبقى اكيد الفولاتيليتي قليله، فهو بيقول لك المور ستيبل اسيد ستيبل قوي، فيبقى البويلنج بوينت بتاعته عاليه والفولاتيليتي بتاعته قليله. مش سهل يطير، ده ستيبل يا راجل، ستيبل، فما يغليش بسهوله وما يطيرش بسهوله. تمام؟ فالمور ستيبل عنده هاير بويلنج بوينت، ما يغليش بسهوله، يغلي عند درجه حراره عاليه وما يطيرش بسهوله ولا يتفك بسهوله، اند ليس ديكومبوزبل، مش سهل كده يتفك ويتقسم لي. تمام؟ اند فايس فيرسا طبعا. فطبعا هنا الاسيد زي دول اللي احنا اتكلمنا عنهم بالاسامي بتاعتهم: كربونيك اسيد، هيدروسلفيوريك اسيد، سلفرس اسيد، سايوسلفيت، سايوسلفيوريك بقى، سايوسلفيوريك اسيد، والنيتروس اسيد، هيدروكلوريك، هيدروبروميك، هيدرويوديك، نيتريك، سلفيوريك، فوسفوريك. تمام؟ طيب ده بالنسبه للاسيدز دي. انا عايز اكلمك بقى بالنسبه للناس ديت. هو طبعا في جزء هنا اللي هو بيكلمك عنهم لما بيتفكوا، بس انا عايز اوريك الاول ده. البويلنج بوينت بتاعت الاسيد لو عملت جراف بينها وبين الفولاتيليتي، فطبعا كل لما انا هنبص على الاكس اكسس الاول، كل لما بتزيد الفولاتيليتي بتزيد، فده معناه ان انت يالا مش ثابت، ان انت كده بتقل في الثبات بتاعك والبويلنج بوينت بتاعتك قليله. فلو هنقارن بالبويلنج بوينت فانت قليل، بتقل اهو، كل ما الفولاتيليتي تزيد كل ما البويلنج بوينت تقل، كل ما الفولاتيليتي تزيد فانت مش ثابت، الاستابيليتي تقل. ولكن البويلنج بوينت مع الاستابيليتي هما الاثنين دايركت، لان انت كل ما بتزيد البويلنج بوينت بتاعتك يبقى انت ثابت. فالبويلنج بوينت هي الاستابيليتي، والاثنين عكس الفولاتيليتي، الاثنين يزيدوا مع بعض والفولاتيليتي عكسهم، تقل لما هم يزيدوا وتزيد لما هم يقلوا. طيب احنا هنبدا بقى بالديتكشن بتاع الاناين. ازاي بقى يا فندم؟ قال لي هتصلي على النبي. الساينتفك ايديا ان المور ستيبل يقدر يريبليس الليس ستيبل ويطلعه على هيئه جاز. فبص بقى الرول الذهبيه بتقول لك ايه، وخد بالك علشان دي مهمه قوي، لان هي دي طريقه شغلنا اصلا. بيقول لك يا فندم المور، انت هتفاعل اسيد مع سولت يطلع لك اسيد وسولت، اسيد مع سولت هيطلع لك سولت واسيد. بس المور ستيبل اسيد هيتفاعل مع السولت بتاع الليس ستيبل اسيد، الهلهول، المور ستيبل هيطرده بقى،
هيقوم طارد الليس ستيبل ويقعد مكانه. يعني السولت دلوقتي مش هيبقى سولت بتاع ليس ستيبل، لا ده هيبقى سولت بتاع مور ستيبل اسيد. طب والليس ستيبل اسيد راح فين؟ هيطير بقى على هيئه جاز، ما ربنا يسهل له. فيبقى المور ستيبل اسيد يتفاعل مع الليس سولت اوف ليس ستيبل اسيد، يطلع سولت بتاع مور ستيبل اسيد وليس ستيبل اسيد. يعني انا دلوقتي اهو لو هفعل لك مثلا يعني Na2S هفعله مع ال HCl، فوالله يا فندم الهيدروكلوريك اسيد هو مور ستيبل اسيد اقوى من ال H2S اللي جاي منه الاناين ده، فهيطرده فيطلع لي NaCl اهو سولت اوف مور ستيبل اسيد جاي من الهيدروكلوريك اسيد Cl اهي، ويطلع لي ال H2S اهو على هيئه جاز. يعني الراجل ده الليس ستيبل اسيد اتطرد زي الزباله كده، بص اهو على هيئه جاز. شطارتك بقى في ان انت تكشف لي عن الجاز ده، قول لي الجاز ده مين، لو عرفت الجاز ده مين فهتقدر تعرف هو جاي من مين، بس كده. فبالتالي اهو الليس ستيبل اسيد is dissociated and a gas evolves that can be identified. تمام؟ فبيقول لك الاناينز يا جماعه قسمناهم لثلاثه جروب. الثلاثه جروب دول طبعا قسمناهم على حسب السيرتن ريجنت which the group is named after. يعني انت ده الجروب بتاع الدايليوتد هيدروكلوريك اسيد، 6 اهم قدام عينك. هم بنكشف عنهم بالاتش سي ال، بنكشف عنهم بالاتش سي ال، ايوه عشان الاتش سي ال لما بيشوفهم بيطردهم على هيئه جاز، واحنا بقى بعد كده بنديتكت الجاز ده. طيب والكونك سلفيوريك؟ قال لي والله الكونك سلفيوريك بيتعرف على الاربعه دول، ما دول عددهم 6 زي ما اتفقنا، دول عددهم 4، دول عددهم 2 اللي هم اقوى 2. تمام؟ فبالتالي لو بصيت انا على الرياكشن يقول لك الاسيد فروم ذا سكند جروب، احنا طبعا هنقسمهم جروبات، ده الجروب الاول، ده الجروب الثاني، ده الجروب الثالث. فلو اسيد من السكند جروب يقدر يطرد اي اسيد من الفيرست جروب، اسيد من الثيرد جروب يقدر يطرد اسيد من الفيرست والسكند. فبيقول لك اهو Na2S الايكويشن اللي انا لسه قايلها لك، فانا عندي اهو اسيد من السكند جروب يقدر يطرد اسيد من الفيرست جروب ويريبليس هم ويطلعه على هيئه جاز حقير عويل اهو. تمام؟ فبيقول لك لو انا اسيد اهو من الثيرد جروب، الاسيد ده بس خد بالك بقى من نقطه، احنا هنا الجروب ده اسمه دايليوتد هيدروكلوريك اسيد، هنا كونسنتريتد سلفيوريك اسيد لغايه ما نوصل لها، فاحنا بنستخدم الدايليوتد هيدروكلوريك والكونسنتريتد سلفيوريك. تمام؟ فبيقول لك اهو an acid from the third group can displace acid from first and second، وهو اقوى منهم كلهم. اهو بص السلفيت هتقعد مكانه في السولت بتاعه، والسي ال ده يخرج على هيئه جاز حقير. تمام؟ اما لو انا جبت لك HCl، ركز بقى في دي، HCl و Na2SO4 هيتفاعلوا؟ يا عم Na2SO4 ده جاي من ال H2SO4، ده مفيش حد اصلا يقدر يعمل له ريبليس، ده التوب ده، ازاي جايب لي HCl انترميديات يطرده؟ نو رياكشن طبعا، نو رياكشن. ما تقوليش NaCl و H2SO4، انت بتعمل ايه حضرتك؟ هتطرد لي ال H2SO4؟ طبعا ده ما بيحصلش. ليه؟ علشان والله الهيدروكلوريك اسيد اضعف، ما تقولش اضعف، ما اسمهاش اضعف يا بابا، احنا فرقنا قلنا ما ينفعش تقول اضعف لان الاسترنس حاجه ثانيه هنقولها في شابتر سيريا، مش عايز اشغل بالك بيها دلوقتي، ولكن هو less stable than السلفيوريك اسيد so it cannot displace it from the solid salt. تمام؟ تاني انا عايز اوريك الاناينز بتاعت الدايليوتد هيدروكلوريك اسيد لان دول اللي هنبدا بيهم. قال لك الدايليوتد هيدروكلوريك اسيد هم 6. تمام؟ والسته دول مين؟ اهوت كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت، كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت، كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت، فاحنا بنقول سلفايد سلفايت. تاني كربونات، ما انت لازم تقولهم، كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت، كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت، وده بنسميه بقى الراب الكيميائي، كربونات باي كربونات سلفايد سلفايد سايسلفيت نيترايت. الكربونات والبايكربونات، لو انا بقى عايز استنتج الناس دي جايه منين، معلش بقى تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، في حاله ان انت ما بتعرفش فانا اعلمك. ادي الكربونات، ادي الكربونات وادي البايكربونات وادي السلفايد والسلفايت والسايوسلفيت
والنيترايت. لو انا عايز اعرف الاسيد اللي هم جايين منه، فوالله اسيد يعني فيه اتش، والاتش ده بيكون بوزيتيف، تحطه بقى جنب الكربونات كده اهي وتبدل الفالنسي. يلا يا فندم بدل الفالنسي كده، فتقول له والله الاتش بوزيتيف 1 والكربونات هي مكتوبه اهي يا عم بنيجاتيف 2 يبقى H2CO3. طيب ال HCO3 اللي هو البايكربونات هتقول له والله اسيد يعني هنحط عليها اتش، فالاتش بوزيتيف، ونحط عليها ال HCO3 النيجاتيف الفالنسي 1 مع 1، فطبعا ما بنكتبش HH بنكتب H2CO3 يعني نفس الاسيد. طيب الراجل ده جاي من اسيد اسمه H2S، والراجل ده جاي من اسيد اسمه الاتش اهي برضه اسيد، وادي ال SO3 نيجاتيف 2 والهيدروجين بوزيتيف 1 يبقى H2SO3 اللي اسمه سلفرس اسيد. طيب هنا H2S2O3 HNO2 تمام. طيب اللي عايز اقوله لك اهوت ان احنا بيقول لك جيف ريزون اشمعنى يعني الهيدروكلوريك اسيد اخترناه تو ديتكت علشان يكشف عن الاناينز اللي جايه من الاسيدز دي، اسيدز فروم ويتش الاناين از دريفد جايين منه يعني. فقال لك والله علشان الهيدروكلوريك اسيد، بص انا زهقت بقى، الهيدروكلوريك اسيد از مور ستيبل ذان مين؟ ذان الاسيدز ذات ذيس اناين دريفد فروم. انا اسيد اقوى من الاسيد اللي الاناين جاي منه، فبالتالي the more stable acid replace the less stable acid from its salt. بس خلاص كده اهو and a gas evolved. فبيقول لك because hydrochloric acid is more stable than the acid from which these anions are derived, so when it reacts with their solid salt the more stable acid expel the less stable acid اللي هو الاقل في الفولاتيليتي as gases على هيئه gases، والجازز بقى تعمل لها identification ان شاء الله بالappropriate reagent. فانا عايز اقول لك حاجه بقى هنا، انت لو شاطر في ان انت تعرف كل واحد في دول بيخرج على هيئه انهي جاز، فانت تقريبا خلصت جزء حلو من المحاضره يعني. فبص كده اهو، انا عايز اوريك بس الناس دي بتخرج على هيئه جازز ازاي. ال H2CO3 وال H2S وال H2SO3 وال H2S2O3 والكلام ده. تعال نشوف بسم الله. كل اسيد في دول انا عايز اوريك بس هو بيتفك ازاي. لما بيتفك بيطلع ايه؟ H2CO3. الراجل ده لما بيتفك هيديني حاجتين، هيديني ميه وكربون داي اوكسيد جاز. هو ده اللي يهمني، الكربون داي اوكسيد جاز ده ما لما اشوفه هفهم انه جاي من كربونيك اسيد. تمام؟ واخد بالك ان الجاز اقل في الاكسجين بواحده؟ طب زيها يلا. ال H2SO3 هيتقسم على حاجتين. ما هو طبعا انت فاهم بقى انه خلاص هو جاز دايب في ميه، فلما يتفك هيفصل عن الميه، ما هو احنا مش بنكتب كلام من دماغنا. فبالتالي انت ده يعني خد بالك، واخد بالك ان انت فاهم جدا دلوقتي. H2O مع سلفر داي اوكسيد جاز ماشي، H2S2O3 هيطلع على هيئه ميه برضو زائد. بص بقى الفرق ما بين ال SO3 علشان ما نقولهاش كتير وال S2O3 ايه الفرق؟ هتقول له والله ده ازيد من ده بسلفر بس مش اكتر، فبالتالي هو هيطلع سلفر داي اوكسيد برضو وسلفر، يعني ده هيطلع على هيئه جاز بس ده هينزل على هيئه بريسبتد. يعني الراجل ده لما بيتفك بيبقى ظاهر قوي. ايه الفرق بينه وبين اللي فوق؟ ما هو ده بيتفك يطلع سلفر دايوكسيد وده بيتفك بيطلع سلفر دايوكسيد برضه. لا بس ده لما بيتفك هو بيطلع سلفر دايوكسيد بس بيظهر لون اصفر كده بريسبتد. فده الفرق اللي ما بين السايوسلفيوريك اسيد والسلفرس اسيد، فبالتالي بتلاقي السلفر بريسبتد لونه يلو. طيب اما بالنسبه لل H2S اهوت H2S، ال H2S بص هو اصلا كان AQ، لما هيطير هيبقى على هيئه H2S برضه والله، بس الفرق انه جاز، يعني ما بيتفكش يديني ميه والكلام ده، لا هو H2S AQ يطلع على هيئه H2S جاز. فانت واخد بالك ان كلهم بيتفكوا يدونوا ميه وجاز، بس في واحد بيديني ميه وجاز وبريسبتد، وواحد ما بيدينيش ميه.
والاخير ال HNO2 اللي هو اسمه نيتروس اسيد. هيتفك يديني برضه 3 حاجات: ميه وجاز اقل باكسجينيه يعني NO بلس نيتريك اسيد. كل ده بيطلع من ده. ما هو طبعا في بالانس بيحصل، بس هي الفكره في ايه؟ ان في واحد بيتفك، طبعا كلهم بيدينوا ميه وجاز، بس ده بيديني ميه وجاز وبريسبتد، وده بيديني ميه وجاز واسيد. تخيل نيتروس اسيد يطلع نيتريك اسيد، ده بيحصل. تمام؟ فبالتالي انت لما تبقى عارف الكلام اللي قدامك ده وكاتبه بايدك، هتبقى فاهم خلاص ان اي حاجه جواها كربونيك اسيد لما تطرد من جواها الكربونيك اسيد هيطلع كربون داي اوكسيد. اي حاجه فيها سلفرس اسيد او سلفايت جروب هتطرد على هيئه سلفر داي اوكسيد. اي حاجه فيها ساي سلفيت هتطرد على هيئه هتطرد على هيئه سلفر داي اوكسيد وهيرسب سلفر. اي حاجه فيها سلفايد هتطرد على هيئه H2S. اي حاجه فيها NO2 نيترايت جروب هتطرد على هيئه NO جاز. فاهم حاجه؟ فبالتالي كده انت شطارتك في الاخر ان انت تكشف لي عن الكربون دايوكسيد، تكشف لي عن السلفر دايوكسيد، تكشف لي عن الH2S، تكشف لي عن الNO. لو عرفت ان ده كربون دايوكسيد فانا هفهم ان هو جاي من ده. فاهمين الفكره؟ فبالتالي اهوت يجي بقى هو يقول لك نوت. ايه النوت دي؟ اصلا انا لما باجي احط، لو انا معايا بقى ايه كربوناتو زي ما هنشتغل بقى، كربوناتو صوديوم بايكربونات مثلا يعني، فالصوديوم بايكربونات ده الاسيد او الاناين جاي من اسيد اسمه كربونيك اسيد. فلما تيجي تحط ال HCl، او انت لو عندك كربوناتو في البيت بيكنج باودر حطها في اي حاجه وحط عليها شويه خل، ده الخل اقوى من الكربونيك اسيد، فبالتالي هيريبليس ات وتلاقي في فوران طلع كده على هيئه كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد طلع على هيئه افرفيسنس زي فوار فروت كده، تلاقي في كربون دايوكسيد طالع. فبالتالي ال HCl هيريبليس. طبعا انت بتجيب ال HCl بتجيب السوليد سولت، يعني بتجيب البيكنج باودر زي ما هو كده ما تدوبوش في ميه، وتقوم جايب ال HCl حاطه عليه، تلاقي كده في افرفيسنس بيطلع. فالافرفيسنس ده طبعا كربون دايوكسيد بسبب انه جاي من كربونيك اسيد. احنا خلاص بقى حفظنا الجزء اللي فات ده وهنخليه في بارت لوحده علشان تفصل كده وتحفظهم كويس جدا، علشان شغلنا في البارت الثاني بناء على حفظك للبارت الاولاني بالنسبه للاستابيليتي بتاعت الاسيدز ولما بيتفكوا بيطلعوا ايه. طيب فبيقول لك انت لما بتيجي تحط ال HCl بقى جوه البتاع ده، انت عايز الكربون دايوكسيد جاز كله يطلع عشان تعمل له ديتكشن. ففي حبه جازز ما بتخرجش من الانبوبه، ما بتخرجش، بتفضل محبوسه ترابد، وكمان الاسيد ما بيكونش يتفاعل مع كل البايكربونات. فبنعمل ايه؟ جنتل هيت. يعني تخيل كده دي تيست تيوب مش بنسخنها، جنتل هيت. ده الفليم اهو، الفليم في السكشن انت قاعد عمال بتودي البتاع رايح جاي. مش هو احنا كنا في الكليه اول سنه قوم حاطه كده مسنطره على الفليم، فبالتالي يقوم بقى التيست تيوب مقسومه نصين، يا اما الحاجه اللي جواها تضرب، كانت بتضرب كده يعني بيتولد ضغط جواها بسبب النار اللي في القعر بتاعها، فبتلاقيها بتندفع كده. ولكن جنتل هيت بس بتوديها رايح جاي كده، لو في اي جاز بيقوم خارج علشان يسهل الديتكشن. فهو بيقول لك نوت ليه الجنتل هيت از بريفيرد في الرياكشن اوف ديتكشن اوف ذا اناينز بتاعت الهيدروكلوريك اسيد. قال لي والله بيكوز ذات هيلب تو ايفولف البروديوسد جاز تو بي ايزلي ديتكتد. طيب اخر حته هنتكلم عنها في البارت ده، علشان الحاجات دي هي اساسيات البارتات اللي جايه، بس اساس البارت الجاي بالنسبه للنهارده يعني. فبالنسبه للسولوبيليتي انا هكلمك عن السولوبيليتي بتاعه السولتس من الووتر. اي سولت يا جماعه هو ام بوزيتيف اكس نيجاتيف، صح؟ لا ام بوزيتيف اهو اكس نيجاتيف. فانا بقول لمعاليك اذا شفت على الشمال في الام بوزيتيف ده سواء صوديوم ايون او بوتاسيوم او امونيوم، فالراجل ده بيدوب في الميه، السولت ده بيدوب في الميه. يعني مثلا Na2O3 بيدوب ولا ما بيدوبش؟ اي صوديوم ماسكه في عفريت ازرق والله العظيم بيدوب، طالما شفت صوديوم او بوتاسيوم او امونيوم بيدوب. خلاص بقى انا بقول لك طب امونيوم صلفيت، امونيوم عفريتيت، بوتاسيوم منجونيت، والله كله بيدوب.
الناس دي منين ما تشوفها خلاص كده خدت التاشيره. طيب اما بالنسبه للجزء اللي على اليمين، في حاجتين لو شفتهم يبقى بيدوبوا وش: البايكربونات والنيتريت. اي حاجه فيها بايكربونات بتدوب في الميه، اي حاجه فيها نيتريت بتدوب في الميه. ليد نيتريت، سيلفر بايكربونات، والله بيدوبوا طالما في بايكربونات او نيتريت. هي الفكره ان انت تاخد بالك، ما انا عارف ان انت واخد بالك دلوقتي علشان مركز فيها. صياعتك ان انت اثناء الشرح تاخد بالك ان ده دايب، تبص بعينك كده دايب من غير ما يسال حتى، دايب ومش دايب. لكن اي حاجه فيها بقى، بص كده، اي حاجه فيها كربونات، ايه ده؟ اي حاجه فيها كربونات اللي انا محتاجها دلوقتي مثلا ما بتدوبش في الميه. اي حاجه فيها كربونات ما بتدوبش. اي حاجه، كالسيوم كربونات ما بيدوبش، صوديوم كربونات اهو، كربونات احنا قلنا اي كربونات ما بتدوبش، بيدوب. انا عارف ان انت خدت بالك، انا عارف ان انت صايع. صوديوم كربونات ما هو فيها صوديوم يا دكتور، انت قلت اي حاجه فيها صوديوم بوتاسيوم وامونيوم بتدوب. فبالتالي انا بقول لك اهو النيتريت والبايكربونات كلهم سولوبل ان ووتر، ولكن الكربونات سلفايد فوسفيت ما بيدوبوش، كلهم ما بيدوبوش الا بقى لو حطيت لهم الثلاثه الاكسبشن: الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. فبالتالي الجزء ده تكتبه عندك بس هنا كده، ان اي حاجه فيها صوديوم بوتاسيوم امونيوم بتدوب، اي حاجه فيها بايكربونات او نيتريت فهي بتدوب في الميه. نكتفي بهذا الجزء، تحفظه كويس جدا، تدخل على البارت اللي بعده على طول عشان المحاضره محتاجه منك شغل يا بطل. خد بالك احنا بنقول دايما اللي انت هتعمله دلوقتي في بدايه الشابتر، انا مش هقول لك بقى والسنه والكلام ده، لا انا بتكلم على الشابتر. انت اللي هتعمله دلوقتي كمجهود في الشابتر، اولا انت لازم تكتب الحاجات اللي انا قلت لك عليها من اول الاستابيليتي، لازم يتكتب من دماغك، تحفظه كويس، تكتبه، تبقى عارف متاكد ان انت قادر تكتبه، علشان شغلك اللي جاي كله هيعتمد على شطارتك هنا. لان طبعا احنا لسه هنحط نوتس وافكار تعتمد على ان انت خلاص عيل قاري، عيل اول ما عايز تفكر في حاجه تفتكر حاجه هي بتيجي على بالك على طول، فده بيجي من مجهودك دلوقتي. يلا خلص الجزء ده وتعالى على البارت التاني.